صباح الفل. الكنيسة شاكرة بقيادة الآباء الكهنة قابلوا أسرة السيدة منال وقالوا لهم ما ينفعش اللي انتوا عملتوه قبل كده واتكلمتوا وما إلى ذلك. أنا عايزة أقول لكم إن لولا البنات اتكلمت ما كانش حد اتحرك. دي حقيقة، ما كانش حد اتحرك حرفيا. يعني لأن الناس ابتدت تقول إيه ده؟ مش فين الكنيسة؟ فين الإبراشية؟ فين؟ المهم جابوا شغلانة للبنوتة الكبيرة، ألف مبروك. عملوا منحة دراسية في كلية العلاج الطبيعي للبنوتة التانية، وقالوا ان هم هيوفروا حياة كريمة للأسرة كلها وهيتولوا الأمر. بنت النهاردة أحد البنات، يعني تقريبا البنوتة الكبيرة مارينا، طلعت تتكلم تقول لك الكنيسة ملهاش ذنب والناس اللي هاجمت الكنيسة. ما حدش هاجم الكنيسة على الإطلاق، احنا قلنا بس كان فين الكنيسة والأم بتتعذب على مدار 20 سنة. أعتقد يعني لأن برضه في وسط الفيديو قالت أصل الكنيسة كلمته. إذا الكنيسة على علم ويقين بحجم المشاكل اللي كانت بتتعرض ليها الأم وحجم الإهانة والشتيمة. إذا الكنيسة عارفة. طب ليه الكنيسة ما قدمتش حلول ان كل واحد يروح لحاله؟ لان بكلمة من الكنيسة اديتها تصريح جواز، اتطلقت، سلام عليكم سلام عليكم، وكنا خلصنا من الهدك ده، ودي راحت لحالها وده راح لحاله، وقدرت هي كانت تكمل حياتها، تكمل مع الأولاد. دلوقتي فين مركز الأمومة والطفولة؟ فين؟ راح فين؟ ما سمعناش عنه حاجة غير لما الطفل ياسين اغتصبوه. فين المجلس القومي لحقوق المرأة؟ فين الانتفاضة؟ ما شفناش حاجة من مجلس النواب ليه؟ ايه الحكاية؟ ده الموضوع مؤلم يا جماعة جدا. ما حدش مقدر حجم المشكلة الكبيرة اللي عانت منها الأسرة. يعني البنت في إحدى اللقاءات بتقول لك هو يعني اللي عايز العلاج النفسي، احنا اللي عايزين علاج نفسي، ما كانش هو اللي عايز. احنا اللي محتاجين نتشافى دلوقتي ونتعافى. كيسة حلوة وجميلة طبعا، بس كانت ممكن من اول يوم تمشي معاكم خطوات كويسة جدا. صدقوني ما اعتقدش ان الام كانت وهي بتجري على 4 اطفال الكنيسة كانت بتساندها ماديا في الشهر. صح يا بنات ولا ايه؟ صح يا مارينا؟ الكنيسة كانت بتقدم لك دعم مادي شهري علشان تقدر الام تواجه الحياة زائد الشغل اللي هي عيني طافحة فيه الدم. صح ولا غلط؟ ولا لما انت طلعتي اتكلمتي الكنيسة اتحركت؟ لما طلعتي اتكلمتي الكنيسة اتحركت. كل ده على فكرة واحنا ما سمعناش ناحية الاب ايه الاخبار، ما سمعناش حاجة خالص.